ما كانش في واحد يوجهنا، ما كانش في واحد يقول لك لا سوي كذا وروح قدم هنا وروح قدم على بافوق ولا قدم على منحة ولا اطلب مساعدات من البنك ولا اطلب، لا ما حد يعني. كان كل واحد مهتم بنفسه وبأموره الشخصية وما حد بيوجهك. ولهذا السبب هنا إذا وصلت لأوروبا خليك قوي، خلي وقتك لك واعتمد على نفسك وخذ تجربتك بنفسك وخذ نجاحك وخذ فشلك وخذ كفاحك وخذ صبرك وخذ الحاجات الحلوة من ألمانيا عشان تنجح وتحقق اللي تشتيه. خلينا نرجع للموضوع الأول. فاضطريت إن أنا أشتغل غصباً عني. إيش الشغل؟ اشتغلت أول مرة في أحد المطاعم الفابيانو، بعدين خرجت بسبب الكحول، ما خرجت منه وأنا كنت مضطر إن أنا أشتغل. بعدين رحت اشتغل منظف في الفالدي كرانجنهاوس في بون في مستشفى. ما فيش، كان معي رحت العب كوره، حصلني صاحبي اللبناني قال لي مالك متضايق؟ قلت له والله ادور شغل. قال لي خلاص ان شاء الله